السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا منى من قناة منمن احمد. دي بقى مشترياتي من ماي واي، برضو برفانات، بس داخل معاها برفانات رجالي عشان جايبه برفانات لخطيبي. آه اهي دي كل البرفانات. آه برفان ليلى. برفان ليلى ده جميل جدا وحلو جدا للعرايس، خفيف قوي على البشرة، يعني خفيف. ريحته خفيفة، سوري. هي الازازة بس صغنونة، هي عيبها ان هي صغيرة، بس شكلها حلو برضو بالنسبة للعرايس علشان تحطها على التسريحة، يعني مع انها مش هتبان، بس يعني حاولي ان انتي تحطيها في الاول كده لو هتجيبيها. حلوة يا بنات وريحتها حلوة قوي، يعني جيبوها. عايزة اقول لكم على حاجة يا بنات، بالنسبة للبرفانات او يعني للعرايس اللي هي بتجهز، يا ريت تجيبي البرفانات قبلها بكام شهر، يعني ما تستنيش ساعة الفرح وتنزلي ان انتي تجيبي البرفانات. لسببين. اول سبب ان انتي مش هيبقى معاكي فلوس ان انتي تجيبي الحاجات دي، او هتجيبيها بس مش هتجيبي منها ايه اللي انتي عايزاه. فانتي حاولي كده كل ما يعني كل ما يبقى معاكي مبلغ، مثلا تنزلي تجيبي شفتي ازازة برفان عجبتك، شفتي حاجة عجبتك، بالذات البرفانات. يعني ما انصحكيش قوي في الميك اب والحاجات التجميلية، الكريمات، اللوشن، الحاجات دي لا. البرفانات ليه؟ لتاني سبب بقى، ان انتي كل ما هتسيبيها وقت اكتر، كل ما هتيجي تستعمليها هتلاقي ريحتها جميلة جدا وقوية جدا. فانتي حاول، يعني زي ما بيقولوا كده بتتعتق. فانتي حاولي على قد ما تقدري ان انتي تجيبيها وتشيليها عندك قبل الجواز بفترة. يعني مثلا من سنة. انا في حاجات عندي شايلها بقالي سنتين من ساعة ما اتخطبت، وفي حاجات من قبل وفي حاجات من بعد. يعني الحاجات دي بإذن الله هشيلها قدامي 5 6 شهور يعني. انتي حاولي بقى ان انتي تجيبيها قبلها ب5 6 شهور كده، هتقعد عندك فترة. هتبقى ريحتها تقلت شوية، يعني بقت قوية واتعتقت. ده بالنسبة للبرفانات. فشوفنا ليلى دي جميلة قوي. بعد كده برفان جنان، برضو البرفان ده حلو. انا ما استخدمتوش بس هو ريحته حلوة يعني. ده شكله هو بس عشان الازاز بتاعه بيعكس. شكل الازازة جميل جدا وشكلها شيك، وبرضو هتديكي يعني حاجة كويسة على التسريحة. تمام، سوري بس عشان ايه الازاز بتاعها بيعكس. في كمان كاريزما. البرفان دي ريحتها حلوة قوي، كنت بستخدمها، ريحتها جميلة قوي، بس هي عيبها ان هي صغيرة، بس شكل الازازة شكلها شيك يعني. تمام. واسعار الحاجات دي يا بنات زي ما قلت لكم قبل كده، اسعارها رخيصة مش غالية خالص. يعني انتي هتجيبي منها كذا حاجة، وزي ما قلتلك حاولي ان انتي تكتري في البرفانات، جيبي منها بس مش تكتري قوي يعني. يعني جيبي برضو ايه، ما تصرفيش كل فلوسك في البرفانات. دي كريستال. اكيد في بنات منكم كتير عارفاها. آه شكلها جميل جدا، شكل الازازة زي ما انتوا شايفين شيك قوي اهو. وريحتها برضو جميلة جدا، هي عيبها بس ان هي تقيلة شوية. عيبها ان هي تقيلة شوية. ف حاولي ان انتي ترشي منها رشتين بس ما تكتريش. تمام. جبت تاني برفانات رجالي بقى، ده لخطيبي، ده برفان المفضل لخطيبي، هو بيحبه قوي، اسمه سنيشيال. ده شكل الازازة برضو شكلها جميل قوي وشيك كده، برضو هتدي مظهر حلو للتسريحة. وفي البرفان ده برضو جميل جدا جدا اهو، يعني بجد تحفة. اذا كانت دي او دي البرفانات الرجالي جميلة جدا، يعني جيبيها وعلى ضمانتي. حلوة قوي وريحتها بتثبت برضو
ورقيقة قوي، وشكل الازازة تحفة يعني. جبت كمان دي دي جبتها، بس بعد ما جبتها كده ما عجبتنيش ليه، حسيتها صغيرة قوي يعني، اتخميت فيها مش عارفه، بس ريحتها حلوه يعني. حلوه مش وحشه، حلوه. هي بس صغيره، الغطا بتاعها على شكل قلب، كيوت، حلوه قوي. هي بس صغيره يعني مش هتبان في وسط البرفانات، فانتي حاولي بقى تحطيها قدام زي برفان ليلى كده. جبت بقى الكريمين دول، ده كريم جل، جبته الخطيبي برضو من ماي واي، كذا حد شكر لي فيه. آم، هو جميل جدا، هو طبعا لسه مقفول، بس هو حلو وكان سعره رخيص قوي على يعني على حجمه، بس هو يعني شكر لي فيه، فقلت بقى ايه اجيبوله يجربه. وجبت الكريم ده من برضو ماي واي، حلو وكان سعره رخيص. انا جربته قبل كده يعني، دي لسه مقفولة، انا جربته. هو مشكلته اللي انا واجهتها معاه، هو مكتوب ان هو مرطب بزيت الكاكاو لبشرة ناعمة ومشرقة. هو حلو، هو بيرطب، بس ريحته قوية جدا. هي ريحته بزبدة الكاكاو بس قوية جدا، يعني اللي انتي ايه تتعبك. بس ودي كانت كل مشترياتي من ماي واي. بالنسبة للبرفانات، طبعا في حاجات انا جبتها قبل كده بس خلاص اتشالت بقى، بإذن الله هبقى اوريها لكم. دي يعتبر كل مشترياتي البرفانات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.